هو بدا أهم حاجة ما باش يستوي هو دابا مهم في هذه الأمسية، وحتى لو كان واحدا فالنشاط سيتم. فليست العبرة في الكم في العدد، يعني فأنتم مهمون أكثر. فغادي نبداو الأمسية الشعرية في المغربية العراقية بمجموعة كاين شعراء اللي حاضرين معنا. فباسمكم السيدات والسادة الحضور الكريم، كنرحبوا بالشاعر الدولي بالقايد عبد الرحمن، الملقب بشاعر الملك ورئيس جمعية تافهة للشعر الوطني الفود، للشاعر عبد القادر أو عبد الرحمن بالقايد، له أزيد من 400 قصيدة ومنشور باللغات الثلاثة، يتقن اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية دير بحساب باش ما توطاش على قصائد وطنية. وكما سلفت الإشارة يكتب باللغة الفرنسية، اللغتين الفرنسية والإنجليزية. فشاعر وطني سنرحب بفاتح تشفيقات حرارة سي بالقايد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الجمعية سالة للشعر بالقيد. فأيضا كنرحبوا باسمكم سيدتي والسادة الحضور الكريم بالأستاذ الشاعر وأيضا محب لهذا الوطن الحبيب المغرب، الشاعر والزجال ومنسق الجمعية سالة للشعر، والذي ساهم في تنسيق لحفل الافتتاح الذي كان حفلا بهيجا هنا بقاعة بوحنيني. بالمناسبة كنشكروا وزارة الثقافة وعلى رأسها الأستاذ الأكاديمي محمد الأمين الصباحي معالي وزير الثقافة. أيضا كنشكروا الجمع الحضري لسالة والجمعية الثقافية الموسيقيين المكفوفين. فكما قلت الأستاذ محمد الملوكي فليتفضل مشكورا. الأستاذ محمد الملوكي، إذا الأستاذ محمد الملوكي مشكورا، اللي فعلا كانت عنده بصمات ذهبية. اللي بغيت نقول أن جمعية سالة للشعر رغم حدث نشأتها بالضبط في تاريخ 26 من نوفمبر 2011 من ضمن مجموعة من الملتقيات الثقافية والفنية